السلام عليكم. معكم مصطفى الخضار، ممارس ومدرب في رياضة الجيجيتسو مدينة فاس جهة باب فتوح المصلى سريج قناوة. بالنسبة لهذه الرياضة الجيجيتسو هي رياضة قديمة وممكن أي واحد يمارسها، كبير صغير، ابتداء من 4 سنين، نساء أطفال إلى آخره. كتعتمد رياضة الجيجيتسو على الاختصار في الحركة والاختصار في الطاقة، يعني بحال نقولوا جيجيتسو الطريق الى الاخضاع او فن الليونه. يعني ممكن تخضع واحد، تجيب واحد يعني اقل قوه ويخضع واحد يعني فايته في القوه. رياضه الجيجيتسو كنصح بها اي واحد يمارسها، الدفاع عن النفس، الحياه اليوميه الى اخره. انا بالنسبه لي درت بزاف ديال الرياضات، بحال درت الكونغ فو الساندا، درت الجيدو، درت بزاف د الرياضات. لكن من جيت الجيجيتسو رياضه زوينه، السهل ممتنع، الشطرنج البشري هي الجيجيتسو. وكنشكروا استاذ اليوبي على الاستضافه ديالو هنا في المقر ديالو، جمعيه يوبي سبور. ونتمنوا نكونوا عند حسن ظنكم. وكما كتشوفوا بعض اللقطات، يعني الدراري ديال الجيجيتسو الحمد لله عندنا في الجمعيه ديالنا اللي هي جمعيه الساموراي، عندنا ابطال افريقيا، عندنا ابطال المغرب كما كتشاهدوا، بطل حسين بطل افريقيا 2 مرات، كذلك اسامه الجباري، كذلك الابطال الاخرين يعني حمزه وياسين، والقائمه طويله. شنو وجه اختلاف بين الرياضه الجوجيتسو وباقي الرياضات الاخرى؟ باش كتميز الرياضه الجوجيتسو؟ الرياضه ديال الجيجيتسو كتنقسم لواحد جوج د الانواع. رياضه الجيجيتسو كاين الجي وكاين النوغي، والجي والنوغي كينقسم لجوج د الانواع. والرياضه الجيجيتسو بالنسبه كاين الجيجيتسو برازيليان والجيجيتسو نيوازا الياباني. الجيجيتسو الياباني كاين فيه الجيجيتسو الفايت سيستيم، يعني كيكون فيه الضرب، كاين فيه يعني بالبيدله وبدون بيدله. وجيجيتسو برازيليان يعني هو اللي شائع ومنتشر في العالم، وهو زعما اللي كنمارسو انا. كما كتشوفوا اللباس هو هذا كيكون شورت وتي شورت، كتمتاز على باقي الرياضات يعني بالفعاليه ديال التقنيه ديالها. يعني لما كتقبض واحد الشخص وكتحكم فيه، يعني راه ما عندوش سبيل للهروب، يعني اما الكسر اما الخنق يغيب او ما شابه ذلك. بالنسبه يعني اللي بغى اللب ديال الدفاع عن النفس يمارس جيجيتسو. بالنسبه كيف ما كنشوفوا حنا في اخر ما كاين دابا في الرياضات ديال القتاليه بحال اليو اف سي والوان الى اخر منظمات، كتلقى هذاك المقاتلين اللي هما مسيطرين في اللعبه او في الاوزان ديالهم كتلقاهم ولا بد دايرين الجيجيتسو، بحال خبيب، بحال الاسلام، بحال تشارلي اوليفيرا، بحال توبوريا مؤخرا اللي دا الحزام. يعني هادو كلهم كتلقاهم عندهم احزمه سوداء في رياضه الجيجيتسو. ما يمكنش داخل العالم ديال الفنون القتال المختلطه والامامه وما دايرش الجيجيتسو. كما كنشوفوا دابا بعض الابطال كينضموا للرياضه ديال الامامه وما كيديروش الجيجيتسو، يعني كيلقاو مشاكل مع الناس الجيجيتسو. على هادشي كنصحوا الناس اللي كيمارسوا الامامه او اي فن قتالي يزيدوا هذه الرياضه، راه هي جميله. يمكن نقولوا بان الجيجيتسو راه جزء من الامامه؟ بالعكس جزء كبير من الامامه. كما كنشوفوا التصنيفات حنا ديال المنظمات بحال اليو اف سي بحال الوان، كدير واحد التصنيف، كتبقى تصنف شكون اللي المقاتلين اللي كلاصاو في هذا، يعني شكون اللي دافعوا على الحزام ديالهم اكثر. بحال كنشوفوا تشارلي واسلام وخبيب دافعوا على الحزام ديالهم بزاف، شحال من مره. ولكن شنو الفعاليه باش هذا؟ يعني كتلقى فراو الكومبات بالاخضاع، اما بالكسر اما بالخنق او ما شابه ذلك. هذاك هو الجيجيتسو. كيفاش بدات البدايه ديالك في هذه الرياضه؟ البدايه ديالي كنت كنطلع عند واحد الاستاذ في الدار البيضاء، من هذا المنبر كنشكرو استاذ سعيد نيكو، الكنيه ديالو سعيد النفنافي، هو معروف سعيد نيكو في الدار البيضاء. استاذ كنت كنطلع عنده كيرحب بيا، كنت كنجلس عنده وكان كيجي عندي هنا الفاس. وكذلك التركيسي، استاذ تركيسي حتى هو تعلمنا منه بزاف ديال الحوايج. وكنت انا يعني رياضه الجيجيتسو تعلمتها في الدار البيضاء، يعني كنت كنطلع ونولي نجي، وكنت كنستقبل الاساتذه هنا في فاس كنتعلم على يديهم، كيعطيوني بعض المعلومات، وكنبقى الكونتاك انا وياهم على الواتساب. واش عندك شي القاب في هذه الرياضه؟ بالنسبه انا يعني كونت ابطال عندهم القاب. بالنسبه لي انا يعني كنت يعني وقفت على المشاركات سنه 2018، كنت ديت بطل دولي في واحد الرياضه ديال لا في رياضه الجيجيتسو لا عمري شاركت فيها، ولكن عندي دراري تبارك الله فيها ابطال بحال الحسين، حمزه، اسامه الى اخره.